بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. أنا هنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد خلص بقالنا أسبوعين، فيعود علينا وعليكم الأيام بخير. فالبنات كانوا عايزين بقى ياكلوا كشري، قلت لهم حاضر هنعمل لكم كشري. فأنا كنت جايبة هنا الحمص من بالليل وغسلته ونقعته، وقمت الصبح شطفته ورحت حطاه في مية تاني نضيفة. هنا بقى وعلق على الحمص وهعلق على العدس بجبن. وعندي الطاسه هنا انا مسخناها، هي مولعه عليها من بدري، فحطيت فيها حبه زيت كده حلوين عشان خاطر اعمل الورد بتاع الكشري اللي هو البصل. انا مقطعه البصل هنا جوانح وحط عليه نشا او دقيق، فانا كان عندي النشا حطيت. الدقيق والنشا دول يا جماعه بيسحبوا الرطوبه اللي في قلب البصل وبيخلوا البصل يبقى طالع مقرمش وحلو. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا هحط البصل. انا كنت هحط الكميه كلها، بس بصراحه لقيت البصل كتير، فقلت لا خليه اعمله على مره او مرتين زي ما يجي، بس انا عملت 3 مرات. هنا بقى البصل العدس والحمص مولعه عليهم، وهنا بقول لكم انا مولعت على العدس والحمص والبصل. هعمل بقى هجهز القوطه وهضربها في الخلاط واصفيها واظبطها. هنا طلعت اول حطه في البصل اهو. انا بطلعه يا جماعه لونه ذهبي كده، ما بزودش عن كده عشان السخونيه بتاعته بتخليه يزيد في اللون شويه، فلو اغمق هيبقى ممرر ومش هيبقى حلو في الاكل. كده بيبقى مظبوط قوي وحلو. بطلع اي بصل في الزيت عشان لو حطيت مره تاني ما ما يتحرقش ويمرر ويبقى ليه طعم مر كده في الاكل. هنا هوريهولكوا اهو، بصوا بيبقى طالع لونه ذهبي وجميل ازاي، ويبقى مقرمش وحلو. وهنا غسلت القوطه وصفيتها وضربتها في الخلاط وصفيتها، ما حطيتش معاها اي حاجه تاني. هحط بقى لما اخلص البصل هحط الزيت بتاعها للطماطم. هنا كنت هجيب الغطا واغطيها. الشمس يا جماعه معكسانه خالص، شايفين عملت معايا وانا بجيب الغطا. هنا بقى بحط معلقه توم كبيره نيه، ما بعملش ولا بحمر تومه ولا بصله ولا اي حاجه، زي بتاع المحلات بالظبط. احط حبه فلفل اسود وحبه توابل، انا عندي توابل كل حاجتي على بعضها، فانا بحط الثوم وكل حاجه كده على بعضها، وحبه زيت وحبه ملح وحبه خل، واسيبها بقى مع نفسها. كنت هنا بقلب البصل التاني عشان احط دور كمان. اول ما بيصفر كده ويبقى لونه دهبي بطلعه. بقلب بقى العدس وبقلب الحاجه، فلقيت الحمص عليه ريم، فانا لازم قلت اشيله. هو مش فيهوش اي مشكله يا جماعه، بس انا محتاجه ميه الحمص. هتشوفوني دلوقتي هعمل بيه، خليكم معايا للاخر وهتشوفوا انا هعمل بميه الحمص. كل ما كان يطلع عليها ريم فبشيله. صلوا على النبي يا جماعه، ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يحط لنا اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. صلوا على النبي، ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا شفت هنا العدس لقيته خلاص قرب يستوي، والحمص اصلا مش هياخد غير غلوه واحده عشان بايت من بالليل، فيعتبر 3/4 سوا. فحطت لهم حبه ملح، كل واحده نص معلقه ملح كده علشان يبقى ليهم حياء وكده. هنا بقى حطيت الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعه، ربنا يكفينا شر النار وعذابها يا رب، والحاجات دي يا رب ربنا يكفينا شرها. فحطيت عليها الزيت وكنت مظبطه فيها كل حاجه. فهنا هحط بقى ميه المكرونه عشان اسلق المكرونه، وكل حاجه كنت بعملها كنت بركنها على جنب على طول. هنا خلاص بقى، ده كانت العدس خلص والحمص كمان اهو، كنت بشوفه لقيته ناقصه يعني حاجه بسيطه. تيسير بتقولي شوفيه كده، قلت لها لا لسه ما استواش. قالت طب شوفي واحده، فانا رحت شايفاها قلت لها شوفي لسه ناقص. هنا بقى ايوه كده بقى، مفيش اي حاجه تاني للصلصه. الصلصه جميله وبسم الله ما شاء الله، ومحدش يتقل الصلصه عن كده يا جماعه. الصلصه بتاعت الكشري بتبقى خفيفه، هاتيها من اي محل بتلاقيها خفيفه كده. هنا في حاجه انا عايزه اقول لكم عليها، يعني دي دقه انا بجيبها من عند العطار، دقه كشري. فقلت احط منها، انا بقول لكم انا هجرب معاكم. حطيت منها يعني يجي نص معلقه كده، قلت اجرب طعمها يبقى عامل ازاي في قلب الصلصه وكده. بس بصراحه ربنا طلعت وهم. هنا كده خلاص كده الصلصه ما فيهاش اي شيء، خلاص كده بقول لكم الصلصه خلصت. هطفي عليها بقى وهركنها، او انا هاي مش هطفي العين، هنقلها ورا واشوف هعمل ايه تاني. هنا ميه الحمص اهي يا جماعه،
هتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه. خدت ميه الحمص وحطيت عليها الدقه بتاعه الكشري، بتيجي من عند العطار جاهزه كده يا جماعه، ولا توم ولا كمون ولا توم، دي كلها حاجات توابل بودر، يعني توم بودر، بصل بودر، كمون، فيها ريحه الخل وطعم الليمون، بصراحه جميله. انا يا دوب حيقتها لقيتها عايزه حبه ملح، اديتها نص ليمونه، شويه خل، ظبطت الدنيا فيها كده، بس هي كانت حلوه، بس انا ايه حطيت لها حاجات تاني وزودت عليها عشان تبقى طعمها حلو زي بتاعه المحلات بالظبط. فميه السليق بتاعه الحمص بتخليها طعمها حلو، يعني بدل ما تغلي ميه وكده خدوا ميه السليق بتاع الحمص، بتبقى جميله بصراحه. معلش يا جماعه، عفوا منكم. اه ظبطتها، بقول لتيسير شم ريحتها، يا تيسير كانت جميله بصراحه، حلوه قوي. وكل اللي كل الكشري بصراحه ربنا شكر لي وقال لي الله ينور عليكي. انا هنا بقى عملت ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، عملت 3 كيلو مكرونه. يعني جبت 2 كيلو مكرونه مرمريه الرفيعه، محدش يعمل مكرونه الخواتم يا جماعه الكبيره، او قلم، او كوع اللي هي الهلال، كل الحاجات دي بتبقى مش بتاعه الكشري، مفيش غير المرمريه والمكرونه الاسباجيتي. فروضه كانت عماله بتاخد مني الكيس تفتحها، فيقول لها خلصي هاتي، راحت مدياهم، فكان فاضل كمان كيس، قلت لها هاتيه يا شيخه. اه ولسه كان معاها تاني، وبص لها ازاي، ايه يا ست المكرونه اللي انت عاملاها دي كلها، استنوا عليا بس. انا خدت المكرونه دي وقعدت في الكشري كله، قعدت بيه في الشارع وايه وعملت بيه نصبه هتشوفوه دلوقتي انا عملت بيه ايه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وحدوا الله، وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك ويشترك في القناه عشان يفعل لكم زر الجرس ويوصل لكم كل جديد. كنت حاطه الميه هنا بقى، المكرونه كانت استوت، وقلت صفيها تحت الحنفيه على طول، وبشغل الميه عشان سخونيه الميه متبقاش نازله في الحوض وكده. فهنا بقى ايه، حاطه ميه عشان الرز، وكنت انا بصفي المكرونه هناك، وتيسير بتوريكم الميه المغليه اللي انا ايه حاطاها. فبحط بقى هنا ايه حاجه كده بتخلي المكرونه حلوه، بحط حبه زيت وبحط المكرونه عليهم وبقلبها مع بعضها علشان تفضل مفرفره كده وحلوه، ايه ما تتشبكش ببعضها وتلزق. دي برضو حاجة كده يا جماعة ايه، لو محدش بيعملها يا ريت تعملوها. ما تحطي زيت على المكرونة، بتبقى المكرونة كده مش ملزقة وجميلة بصراحة، وبتبقى حلوة قوي. بقلبها كلها على بعضها كده علشان ما تلزقش على الولعة، وبعدين بروح طافية عليها. يلا يا جماعة حطوا لنا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. احلى كشري ممكن تعمليه، والله ما فيش حد كل من الكشري دوت الا وقال لي الله ينور عليكي تسلم ايدي. احط حبه شعريه على حبه زيت، واول ما بيحمروا بنزل عليهم بالرز على طول. الشعريه هنا كانت اتحمرت، حطيت حبه الرز ورحت مشوحاهم مع بعض، وحطيت فلفل اسمر وملح وواحده ماجي، يعني اللي عايز يحط ماجي يحط، اللي مش عايز براحته، بس انا حطيت واحده ماجي، قلت يديله طعم حلو كده، بصراحه كان جميل بصراحه. فهنا بقى ايه افضل اشوح الحاجه مع بعضها كده، وانشف الرز عشان يبقى مفلفل وحلو. حطيت هنا حبه فلفل اسمر والملح والماجي، دلوقتي هتشوفوني وانا بحط، عماله بدور على الملح، مش عارفه انا ببقى ملخومه ليه كده. وحطيت الملح وبرجع اقلب تاني، وبعدين هحط ايه الماجي، وازيد الرز واسيبه على نار هاديه، دي اول ما يغلي بسيبه على نار هاديه مع نفسه. ايوه هنا كنت بفركها علشان ما يبقاش فيها حتت كتل وكده، فايه بخليها ايه زي التوابل كده بفركها. خلاص بقى هنا هحط الميه المغليه. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله، وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بحب احط الرز كده اول ما يغلي، محدش يقول ان الميه كتير يا جماعه، الميه مش كتير، هشوف الرز دلوقتي عامل ازاي. فانا بقلب الرز واسيبه بقى، اول ما يغلي بروح موطيه عليه على طول، واسيبه مع نفسه كده ايه يتشرب ويبقى جميل. خلصت بقى الرز، هنا بقى هعمل بقى ايه الشطه. شطه الزيت بتاعت احسن محلات، هتاكليها زي بتاعت اكبر محلات. انا اكلتها في محل قبل كده وعجبتني، بس الطماطم كانت نيه، ما كانتش متبله كده ايه، بس انا حبيت اتبلها عشان ما تبقاش صحيحه كده ايه
وحد يتضايق منها وهو بياكل. اول ما قلبتها شويه وتعتبر زي خلاص دخل على تتسبك، رحت حط عليها الشطه على طول، وقلبت الشطه في اليوم ده والله. انا وروضه اللي كانت بتصورني تعبت من ريحه الشطه. هنا بقى بصوا يا جماعه عامله ازاي، وبحط عليها بقى حبه صلصه عشان تتقل كده وتبقى جميله. اقسم بالله ما كانش ليها حل الشطه دي. وبنت عمي انت عاملاها ازاي؟ قلت لها هقول لك عاملاها ازاي بس اتفرجي على الفيديو الاول. انت مش هتقولي لي؟ قلت لها لا، ما تتفرجي على الفيديو. بس قلت لها في الاخر يعني جميله جدا. مش قادره، شوفوا عماله بكح. الشطه كانت حاميه قوي. دي شطه الزيت يا جماعه اللي هم بيعملوها في المحلات، جميله جدا. هي تكه الطماطم ديت انا كلتها وعجبتني، وعملتها وعجبتني، بس كانت الطماطم بتبقى نيه مش مستويه. شوفوا الرز مفلفل وجميل ازاي يا جماعه، تحفه. يلا بقى تعالوا، اديني فرشت الفرشه، بس هنا ما كنتش لسه خرجت، قلت اوريكم الاول طبق وانا في البيت قبل ما انزل الشارع واقعد بالحاجه دي كلها في الشارع. بتقولي ايه؟ الكيس ب2 جنيه؟ يا رب، هو في كشري بقى ب2 جنيه دلوقتي يا روضه؟ روضه بتقول لي الكيس ب2 جنيه؟ ما بقاش في كشري ب2 جنيه يا حبيبتي. ده على ايام يعني دي لما كنا بنروح المدرسه ونجيب. لا مؤاخذه يا جماعه. هنا اهو حطيت كل حاجه، فاضل الصلصه. احلى طبق كشري اقسم بالله ما كانش ليه حل. يعني مش شكرانين في نفسي والله يا جماعه، بس كل اللي كان من الكشري دوت شكر فيه، اخويا وكل اللي كانوا موجودين. بصوا يا جماعه، هنا بقى هحط بقى الدقه، وهنا الدقه برضو الشطه حطت لها برضو تكايه كده ليمونه، بتخليها مززه كده وحلوه قوي. دي بتاعتي انا بقى، مش ده اختراع انا دي. حطيت عليها ليمونه وخليها طعمها جميل ومزز وجميل. والدقه يا جماعه حطيتها في ازازه، والشطه ظبطت الطبق. قلت قبل ما انزل كده اديته التيسير وروضه دول عمهم. قلت لها خد بص بقى يا روضه، قربي طبق الكشري والله جميل جدا. عشان تشتري طبق كشري ده من المحل، ما انا ما بخشش محلات، بس بقى مبلغ وقدره بصراحه يعني. وهي كلها مكرونه وحاجات الحمد لله موجوده في البيت. بقول لكم حطوا اللايك واشتركوا في القناه، تعالوا بقى معانا شوفونا رايحين فين. اديني فرشت وقعدت، رحت الغيط فين في ارض ابويا الله يرحمه، اللي ما فاتوله جدوده يا جماعه، فاتوله اللطمه على خدوده زي ما بيقولوا. الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا وعندنا حته ارض بنروح نتنفس فيها وبنقعد نتهوى فيها. عزوتي ولاد اخواتي، وكان معايا تيسير وروضه واخواتي ومرات اخويا وولاد عمي وولاد ابن عمي. فقضينا يوم جميل جدا، وكلنا توت، وكلنا بتاع دوت ايه تاني يا روضه. لا الشيبسي والحاجه الساعه والشاي، وعملنا شاي كده كوبايه شاي مظبوطه. انا كنت بغرف وبديهم، بس بصراحه ما بقتش عارفه اصور منهم، كانوا العيال كانوا صداع وهيتجننوا على الاكل. والله. محمد شريف عمال يرقص ازاي. بس العيال اتبهدلت من التوت، اتبهدلت، كانوا بياكلوا توت اللي هو الاسود دوا، اتبهدلوا. بصوا الكشري يا جماعه، مبقتش عارفه اصور من العيال. اختي كانت قاعده على الكرسي، وانا كنت قاعده بغرف وبظبط الاطباق وبدي مرات اخويا. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه حط اللايك، حط اللايك عشان طبق الكشري الجميل ده. خلصنا بقى وكلنا، وكنا شربنا حاجه ساقعه، وقلت لهم هاتوا بقى نعمل لكم كوبايه شاي. فكنت عامله لهم كوبايه شاي ملهاش حل. بسم الله، ما بقاش حد يعمل الشاي ده والله كتير، يعني في الارياف بس اللي تلاقيه. مرات اخويا بقى خدت الحاجه اللي هي الاطباق والمعالق والحاجات دي غسلتها، بس الحلل والحاجات دي كان فيها اكل وكده. شوفوا بقى البتاع بتاعت الشطه خلصت ازاي، عجبتهم كلهم وكلوا منها.
صبينا الشاي وشربنا الشاي. وهما بقى كانوا عايزين يروحوا ياكلوا توت، بس انا بصراحه ما قدرتش اروح معاهم. اخويا بقى خد البنات وخد العيال الصغيره وخدهم وراح بقى طبعا عشان ما يسيبهمش لوحدهم في الغيط وكده، في نفس الارض بتاعتنا بس في ارض عمي من تحت. يعني احنا الارض بتاعتنا من فوق، من تحت بقى كانت الارض بتاعت عمي فيها شجره التوت وكده. راحوا ايه بقوا يجيبوا لنا التوت وجابوه. هوريكم دلوقتي التوت اللي هم جابوه وازاي بقى ايه قعدوا على الشجر ويهزوا في الشجر. يوم كان حلو بصراحه وكان جميل. ان شاء الله احنا هنعملها على طول، كل ما الواحد يكون عايز يتهوى ياخد بعضه كده، حتى لو مش هناكل نروح نقعد شويه ونيجي. العزومه دي انا عاملاها لهم، قلت لهم انا عازماكم على كشري. ما بقوش مصدقين، قلت لهم لا صدقوا بس عشان ايه اصور فيديو بس مش عشانكم يعني، ما تخافوش. هنا بقى هم راحوا عند شجره التوت وبياكلوا توت. كانت تيسير وروضه ونورة بنت عمي واخويا وولاده وولاد ابن عمي بقوا يهزوا في الشجره، بس التوت كان جميل. والعيال بقوا يلعبوا في الغيط. محمود ابن اخويا نزل الارض وهي مسقيه ببهل ومش عارف يطلع. ومين اللي طلعه يا روضه؟ ايه اللي خلاه نزل وبهدل الدنيا كده؟ كان بيجري. اه خايف من ابوه، وابوه اللي كان بيجري وراه الجاموسه. ده هو جاموسه اصلا. اه قاعد طالع يجري. هنا بقى هم بيهزوا الشجر وفي حصيره تحت بقى ينزلوا عليها التوت وجابوه لنا في الطبق وجينا. اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوف وشكم على خير. ده التوت يا جماعه.